عارف إيه أحسن نظام يخسسك في رمضان؟ كمل معايا للآخر وهقولك هو إيه. أقوى نظام لحرق الدهون في رمضان إحنا بالفعل بنعمله. في رمضان إحنا بنصوم 13 ل 14 ساعة، وهو ده نظام الصيام المتقطع. أثناء الصيام إفراز الأنسولين بيقل وهرمون الجلوكاجون بيعلى ويبدأ يفتح مخازن الدهون في الجسم، ولما الطاقة تقل يبدأ إنزيم اسمه AMPK يشتغل زي زرار تشغيل للحرق. وعلى فكرة إنزيم AMPK هو اللي بيساعد على إزالة دهون البطن، لكن أول ساعة بعد الفطار هي اللي بتحدد هتكمل حرق ولا لأ. ابدأ ببروتين وخضار ودهون صحية عشان السكر يطلع ببطء والإنسولين ما يعلاش فجأة. لكن لو بدأت بسكر أو عصير السكر هيعلى بسرعة والإنسولين يقفز وجسمك يوقف الحرق. لكن في السحور يفضل تناول بروتين وألياف ودهون صحية عشان تفضل شبعان والإنسولين يفضل مستقر. لو عندك أسئلة بخصوص نظامك الغذائي اكتب لنا في التعليقات. صحي وكيوت، معلومة صحية بس كيوت.